18 من تشرين الثاني نوفمبر من كل سنة تحل ذكرى الاستقلال في المملكة المغربية الشريفة. ففي هذا اليوم يخلد الشعب المغربي قاطبة بمشاعر الفخر والاعتزاز الذكرى 67 لعيد الاستقلال، الذي يشكل حدثاً تاريخياً وملحمة كبرى تجسد انتصار إرادة العرش والشعب دفاعاً عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. هي لحظات تاريخية تعيد إلى الأذهان مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية في سياق نضالي شامل يعزز العهد الوثيق القائم بين الملك والشعب للمضي قدماً على درب تحقيق النمو والازدهار. فكثيرة هي المعارك البطولية والانتفاضات الشعبية التي خاضها أبناء الشعب المغربي بكافة ربوع المملكة في مواجهة مستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري. ومن هذه البطولات معارك الهري وأنوال وبغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وانتفاضة قبائل أيت بعمران والأقاليم الجنوبية وغيرها من المحطات التاريخية التي لقن فيها المقاومون للقوات الاستعمارية دروسا في الصمود والمقاومة والتضحية. وكلحظة التحام للأمة تعكس ذكرى كفاح شعب توحد وراء ملكه، انطلقت شرارة ثورة الملك والشعب في 20 من آب أغسطس من عام 1953، التي يعد الاحتفاء بها مناسبة للأجيال الصاعدة لإدراك حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم للتحرر من جور الاستعمار واسترجاع المغرب لاستقلاله. وبتناغم مع العرش انتصرت إرادة الأمة للدفاع عن القيم الوطنية المقدسة أمام مخططات المستعمر الذي لم يدرك أنه بنفيه رمز الأمة الملك الراحل محمد الخامس وأسرته الشريفة لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل بنهاية عهد الحجر والحماية. فعاد الملك وأسرته الملكية في 18 من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، معلنا انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.